يقول السائل: كيف يكون الشاب المسلم دائم الخشوع لله تعالى مع ما يعتري قلبه من القسوة؟ الله المستعان. أما الخشوع فهذا الله المستعان هذا من أعظم الأمنيات وأجلها وأكرمها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: والذي نفسي بيده لو أنكم تستديمون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة عيانا، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. من منا يستطيع أن يبقى خاشع القلب دائما؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم. فهذا يدل على أن الإنسان أيما كان فيه بشرية وفيه ضعف، ولكن العاقل الحكيم الذي يتعاطى الأسباب في القرب من الله. من الأمور التي تعين على الخشوع أولها وأعظمها الدعاء. قل اللهم إني أسألك قلبا خاشعا، اللهم أصلح قلبي، اللهم اقذف في قلبي نور الخشوع واجعلني من أهله، ونحو ذلك من الدعاء الذي ترجو به رحمة الله، فإنها نعمة لا يعطيها إلا الله جل جلاله. الأمر الثاني الذي يعين على الخشوع الكسب الحلال والمال الطيب، فمن طاب مطعمه طاب قلبه وصلح. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الحلال فليبتعد قدر المستطاع وليجاهد، فإن الله يرزقه من الخشوع على قدر جهاده. الأمر الثالث مما يعين على الخشوع قيام الليل وتدبر القرآن في الأسحار والبكاء في جوف الليل وتذكر الذنوب والإساءة والعيوب، فإنها تكسر القلوب لله جل جلاله. ومما يعين على الخشوع قراءة سيرة السلف الصالح وتأمل أحوالهم وما كانوا عليه من الخوف الدائم لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا مما يعين على الخشوع زيارة الموتى وتشييع الجنائز والنظر في أحوال أهلها من الأغنياء والأثرياء والضعفاء والفقراء. انظر إلى من حوى الدنيا ليجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. فإذا نظر الإنسان إلى جنازة غني أو ثري كيف يوسد في قبره وكيف يترك في لحده وكيف آل إلى هذا المكان، انكسر قلبه لله جل جلاله وأصابه الخشوع وأحس أنه في ذلة واستكانة لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ما يعين على الخشوع البحث عن العلماء الأتقياء الذين فيهم ورع وصلاح وتمسك بالكتاب والسنة، الذين إذا نظرت إليهم ذكرك منظرهم بالله، وإذا استمعت إليهم أحيا الله قلبك بما يكون منهم من ذكره وشكره سبحانه وتعالى. مما يعين على الخشوع أيضا البعد عن المظالم وأذية الناس والشرور بجميع أنواعه. مما يعين على الخشوع كف البصر وكف الجوارح التي فيها فتنة، فإن الإنسان إذا حبس جوارحه لله جل جلاله قذف الله في قلبه نور الخشوع وكان من الخاشعين. هذه من الأمور التي تعين على خشوع القلوب وصلاحها. نسأل الله العظيم أن يمن علينا بهذه النعمة العظيمة وأن لا يسلبنا لذة الخشوع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.